من يعرف ياسين بونو يعرف جيدا مدى احترامه لكل العرب عامة ولشعب مصر خاصة، وقد عبر عن حبه واحترامه لهم في أكثر من مناسبة، كما يعلم من تابعه منذ أن كان يلعب في إسبانيا مدى حبه وعشقه للأرجنتين، خاصة أنه يمتلك عددا كبيرا من الأصدقاء من هذا البلد، وقد عبر أكثر من مرة عن حبه لمنتخب الأرجنتين ونادي ريفر بليت، وتصريحه لم تكن له أي علاقة بهزيمة منتخب مصر على يد الأرجنتين، إلا أن هذه الصحفية المثيرة للجدل كان لها رأي آخر وحاولت إشعال الفتنة بين الشعبين، فلنستمع إلى تصريحها. ياسين بونو يا جماعة سألت: لقد أعجبتني كثيرا الروح التي أظهرها ميسي في المباراة الأخيرة، لقد رأينا كيف سعاد شخصيته القوية وحمل الفريق بالكامل على عاتقه. طيب يا ياسين ويا بونو، ألم يعجبك إمبابي اللي استعاد شخصيته برضه لما دخل في الجول خلى الشبكة تزغرط؟ ألم يعجبك أن كل شوطة شاطها إمبابي كانت أحلى من الشوطة اللي قبلها؟ ألم يعجبك إن محدش عارف ياخد منه الكورة؟ ألم يعجبك قوي إن إحنا ما شفناش حارس مرمى فرنسا إلا نادرا يا ولاد؟ ألم يعجبك أيضا الجول الثاني لعثمان ديمبلي أو ديمبلي أيهم أقرب، اللي جري ومحدش عارف يحصله وقام راكنها أرضية زاحفة ماكرة وأنت ما عرفتش تصدها زي ما عرفتش تصد الجول الأول ابن خالة الجول الأولاني والثاني؟ أنا الحقيقة في حاجات كثيرة أعجبتني في الماتش يا أخ ياسين، ولكن ميسي ما عجبنيش، مش عاجبني ولا هيعجبني ولا عجبنا كلنا. ليه؟ عشان سارق متآمر أفاق الابن الضال العاق مع ادفونتينو، وانت ياسين مش بونو، نقطة. هنتكلم كورة نتكلم بأدب، لكن نظام بونو ده لا، ما ينفعش. نراعي مشاعر بعض، احنا عرب، انتوا نسيتوا ان احنا عرب. ده انا لسه لسه بتكلم وبدعي على اللي كانوا بيشجعوا فرنسا اهو. تيجي منك؟ لا ما تجيش. تقول رأيك؟ لا ما تقولش، احتفظ بيه لنفسك. ما رأيكم في كلام هذه الصحفية؟ أخبرونا في التعليقات، وتابعوا معنا أيضا تصريحات المدرب المصري السابق حسن شحاتة الذي يكن له المغاربة احتراما وتقديرا كبيرين، إلا أنه أدلى بتصريحات لا تليق به في سقطة لا ضرورة لها. طيب رأيك ان الاهلي جاب مدرب مغربي؟ المدرب المغربي مدرب اجنبي، المدرب المغربي مدرب يعتبر اجنبي، وانا بعترض على كل المدربين الاجانب. مفيش حد بياخد بطوله الا المدربين العرب، المدربين المصريين. فانا معترض تماما على حته المدرب المغربي او الاجنبي، ده يعتبر اجنبي، ما تقوليش عربي، ده مدرب اجنبي. ده بياخد 225,000 ما انا بقول لك اهو مدرب اجنبي. متخيل 225,000 يورو بره هو وجهازه، عشان بس نبقى واضحين. ده جاي الاهلي بالرقم ده جايب 4 معاه في الجهاز. الرقم ده مين المصري اللي في الجهاز ده؟ مفيش 4 مغاربه معاه تقريبا. ال4 ياخدوا 100 110 والباقي للمدرب. احنا بنعتمد انها نعمه وبركه والله العظيم. كلام على محمد شوقي لا، كلام على احمد فتحي لا، كلام على سامي قمصان لا، سيد معوض لا، كل ده مفيش. احنا معتمد ده نعمله لنا شنب عندنا، جاي نعمله ايه؟ معتمد نعمله تمثال عندنا. وحياتك معتمد ماتشين هو انتوا عاوزين تجددوا له؟ لا يا كابتن، يعني انتوا عاوزين تجددوا له؟ وحد قال حاجه يا كابتن؟ انت لغايه النهارده ما جددتوش لمعتمد. الناس مش واخده بالها يا كابتن، احنا بقالنا اسبوع. لا بقالنا اسبوع والدوري خالص، بس الدوري اسبوع كويس. اسبوع الدوري خالص؟ لا اكتر من اسبوع. وحياتك يا كابتن هفكرك ماتشين في الدوري مش شهور. اكتر من اسبوع، لكن انتوا مش عاوزين حتى عايزين مدير فني. لا ان شاء الله يبقى موجود يا كابتن، ان شاء الله موجود، ان شاء الله موجود. ما هو مش بمزاجكم، غصبا عنكم عشان فلوس. لو معاكم فلوس كنت جبتوا مدير فني اجنبي. ليه طول عمري بص في عرف في مصر، واخد بطولات قاعد، الا لو راجل مدرب زي دوت خد بطوله افريقيا، وده ذكاء بعض المدربين. شكرا، سلام عليكم. طيب يعني انت بتعترض على عموته مدير فني للنادي الاهلي؟ اي اجنبي. يعني حسام البدري كان احسن منه طبعا، سواء عربي او اجنبي او اوروبي يعتبر اجنبي. انا بعتبره اجنبي. فتيجي عموته مع عموتاتش بتاع الكلام ده كله لا. طيب النادي الاهلي حر بقى ان هو يجيب اي حد، لكن مش يجيب لنا مدرب واحنا بنعترض على مدربين اجانب. تمام، ده راي الكابتن حسن. كابتن جدو، عموته مدير فني للنادي الاهلي، رايك ايه؟ وخاصه النادي الاهلي هيدفع 225,000 للمدرب هو وجهازه، وهيلعب كونفدراليه. بس دي مالهاش علاقه بالكونفدراليه او الدوري او ان انت بتلعب افريقيا. هو جايب مدرب وخلاص. انت في النهايه جايب مدرب ان هو هيقود وهيعمل مشروع، ان انت مدرب مطالب منه ان هو يكسب الدوري، وان هو ياخد كونفدراليه، وان هو مطالب منه يعمل نتائج. لكن في النهايه انا رايي من راي كابتن
كابتن حسن لازم نثق في المدربين المصريين ونديهم فرصه. الكابتن معتمد خد فرصه دلوقتي وخد دوري، ودوري صعب مش دوري سهل، وبعدين مش جاي اخر ماتشين كان الزمالك حسم الدوري، ولا ده هو جاي في يناير تقريبا يا كابتن احمد او قبل يناير، وشال وصل نهائي الكونفدراليه وخد الدوري. لكن في النهايه اداره النادي الاهلي لها كل الاحترام، وهي شايفه ان اللي يقود الفريق مبلغ كبير. طيب مبلغ كبير جدا طبعا. اكيد طبعا بالنسبه لمصر المبلغ كبير، يعني المبلغ كبير. مش مصري، هو مغربي بالظبط. انا قصدي بالنسبه في الدوري المصري في الدوري المصري يعني مبلغ كبير بالظبط. خد بالسايس وخد بفتحي مبروك وخد بحسام البدري، لكن في النهايه بالظبط كابتن حسام بدري يمكن انا لعبت معاه وعملنا معاه بطوله جامده جدا 2012 يا كابتن مهيب قدام الترجي في تونس، وعملنا ماتش من احسن الماتشات اللي اتعملت في تاريخ النادي الاهلي بره ملعبه، ان انت تكسب دوري الابطال من الترجي في ملعبه في وسط جمهوره باداء ولا اروع. انا كنت شايف ان لو في تفكير في مدرب متاح كان الكابتن حسام بدري بالنسبه لي كان هيبقى اختيار مناسب يعني. ما رأيكم في هذه التصريحات؟ وانتظروا رد المدرب المغربي بادو الزاكي بطريقة محترمة. اسمح لي الأخ موسى، أنا عندي رسالة جد مهمة للجماهير المصرية والمغربية. فمنتخبات خرجت بعد أسبوع و10 أيام، المغرب عايشنا. بشوف ان منتخب مصر هو افضل منتخب عربي وافريقي في هذه النسخه في كاس العالم. نراعي مشاعر بعض، احنا عرب، انتوا نسيتوا ان احنا عرب. منتخب مصر هو اقوى من المغرب هجوميا. العالم يصفق لما فعلته مصر والمغرب، لكن البعض ما زال يبحث عن سبب للخلاف. هناك من يحاول ان يصطاد في الماء العكر ويحول انجاز العرب الى معارك بين الاشقاء، لكن ماذا سنستفيد إذا اختلفت جماهير المغرب ومصر؟ مصر خرجت من كأس العالم بعد مواجهة بطولية أمام الأرجنتين، والمغرب ودع البطولة أمام فرنسا بعد رحلة تاريخية أبهرت العالم. كلا المنتخبين رفع رأس الكرة العربية عاليا وأثبت أننا قادرون على الوقوف في وجه الكبار. متفق معي الأخ موسى؟ أتفق معك كابتن بادو زكي جملة وتفصيلا. لهذا لا تجعلوا المقارنات والفتن تسرق منا هذه اللحظة، لا تهدموا ما بنيناه بالتعصب والجدل. اليوم لا نحتاج إلى المقارنة من هو الأفضل، بل نحتاج أن نتعلم من هذه الإنجازات ونبني عليها للمستقبل، إن الطريق إلى القمة لا يصنع بالخلافات بل بالوحدة والإيمان وأيضا الطموح. دعوا الفتن جانبا ودعونا نفرح بأن العرب لم يعودوا مجرد مشاركين في كأس العالم، بل أصبحوا منافسين حقيقيين للكبار. اعتقد الرساله وصلت. موضوع مهم كده لازم ان احنا نتكلم فيه، والموضوع ده مش هينفع ان احنا نعمل انظار عنه اكتر من كده، بحكم ان احنا عندنا بكره ان شاء الله المباراه المنتظره ما بين المغرب وفرنسا في دور الثمانيه من كاس العالم. ويمكن انا لسه ما اتكلمتش في موضوع ان طاقم التحكيم بالكامل في المباراه دي ارجنتيني، بعد ما كان طاقم التحكيم في ماتش مصر والارجنتين فرنسي، بس ما علينا من النقطه دي. انا عايز اتكلم في موضوع تاني. في الاوقات اللي زي امبارح في حاجات كتيره بتتكشف. بصوا، انا ما بقولش ان احنا سواء كمصريين او كمغاربه او بتاع ان كل الناس ملايكه وكل الناس حلوه، لا، في ناس بتحب وفي ناس بتكره وفي ناس مش مهتمه. في اي مجتمع هتلاقي الثلاث درجات دول، في ناس بتحب حاجه، في ناس ما بتحبش الحاجه، وفي ناس مش مهتمه، هي نيوترال، لا فارق معاها لا ده ولا ده. ويمكن هنا النقطه المهمه اللي انا عايز ان انا ابدا بيها، لان اللي بيحصل مؤخرا على السوشيال ميديا ما بين المصريين والمغاربه اعتقد ان هو تجاوز الحدود بشكل فج وبشكل فاجر، وبقى الموضوع اوفر شويه. ويمكن احنا كتير اتكلمنا على موضوع الوحده 8200 وفكره ان في حسابات كتيره بتبقى وهميه، اللي بيعمل نفسه مصري اللي بيعمل نفسه مغربي، ومن ايام يعني الحوارات اياها احنا شفنا الموضوع ده عمال يتكرر كتير من اجل ان يبقى فيه فتنه ما بين الشعوب. محدش يقول لي ما تكبرش الموضوع وتسميها فتنه، لا، هي اسمها فتنه. لما يبقى الاخ بيشتم في اخوه عشان ريتش يبقى اسمها فتنه. بس زي ما في الوحده 8200 في ناس هي عايشه على ارباح السوشيال ميديا، سواء كانت ارباح الفيسبوك، ارباح تويتر، ايا كان الارباح اللي هم بيقدروا يجيبوها، والفلوس اللي بتجيلهم من ورا البوستات اللي هم بيكتبوها هي اللي بتخليهم يقدروا ان هم ياكلوا عيش ويعيشوا لحظات جميله. عشان كده انا محتاج ان اصحاب العقل من الطرفين، من مصر ومن المغرب، الناس اللي اولا محايده تماما هي مش فارق معاها الموضوع، والناس اللي شايفه ان الموضوع لازم يبقى فيه درجه من الود واضحه في التعامل ما بين الشعبين، الناس دي محتاجه ان هي تتكلم، محتاجه ان هي تحكي.
سواء كانوا مصريين او مغاربه. محتاجين يبقى في مظاهر للود والحب موجوده ومطروحه بشكل واضح، زي ما انا برضو محتاج ان يبقى في شراسه في التعامل مع الاوساخ، ومحتاج ان يبقى في شراسه في التعامل مع قلالات الادب. وقليل الادب محتاج ان هو يعرف ان لو العركه اشتدت هتاكل على راسك، هتاكل على راسك سواء بشكل قانوني بتقديم بلاغات رسميه، او هتاكل على راسك بان هيترد عليك باشنع الالفاظ الممكنه. لان الموضوع بدا ان هو يخرج عن حده بشكل اوفر، وهنصحى على مصيبه مش هنعرف ان احنا نتعامل معاها، وهنصحى على تفرقه مش هنقدر ان احنا نحلها، وهنصحى على حوارات احنا مش قادرين ان احنا نتعامل معاها.